متتبعين متتبعات قناة درار عزيزة، سلام الله عليكم. كيف حالكم؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هذا الشيء اللي كنتمناو دائما. فنبداو الطبق ديالنا اليوم بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم قناة درار عزيزة، ودائما كنعمل وانا كنرحب بالمتتبعين والمتتبعات ديال القناه القدام، لانهم موالين القناه وجداد، تنقول لهم مرحبا بكم في القناه. طبقنا اليوم تقليه باللفت المحفور. سبق القناه انها قدمت تقليه بالحمص، ولكن اليوم بنقدم لكم واحد الطبق اللي هو شتوي بالمئة. وحنا في فصل الشتاء بغينا ندفيو الجسم ديالنا، وفي نفس الوقت ندخلوا ليه شي اكلات اللي هي فيها منفعه للذات ديالنا. وحنا كنعرفوا ان اللفت المحفور عنده واحد المنافع كثيره، فقط نختاروا الجوده فيه والنوعيه المزيانه، رغم انه تتكون فيه واحد المراره، ولكن هذيك المراره اللي كتكون فيه منين تيكون واحد الجوده عاليه يولي بحال الزبده، كيكون مزيان وتعطينا واحد الطاقه وواحد الحيويه للذات ديالنا. فنبداو على بركه الله ونشوفوا اشنا هي الاشياء اللي خصنا. وقبل بنوريكم، انا ما عرفتش في الدول العربيه اش تيقولوا اللفت المحفور، ممكن نشاركوا هذا الشيء في لي كومونتير ديالنا، ولكن في المغرب هذا هو الشكل ديالو. ها هو. فحاجتنا تقليه كرشه، واللي غسلتها على هذا الشكل. انتما شوفوا معايا، كنغسلها كنقيها كنرقدها في الخل. ها هي. ولكن في نفس الوقت ما كنخفيش المعادن ديالها باش تبقى نعرفوا بانها راه تقليه. هنا عندي اللفت المحفور، ها هو اللي كنقطعو على هذا الشكل. كنقي طماطم، لي واحد حبه ديال الطماطم، كنضيف ليها واحد الملعقه ديال الطماطم مركزه. عندي هنا الربيع، قزبر ومعدنوس على هذا الشكل. ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم. عندي واحد البصله اللي كنفرمها على هذا الشكل. ورق الغار واحد جوج، ورق سيدنا موسى. عندي هنا كاس ديال زيت الزيتون وزيت المائده. الملح على حسب الذوق، لانني انا بغيت نوضع الحامض المصير، ها هو كي كتشوفوه. فكنراعي عندي الحامض اللي تيكون فيه الملح، ما كنديرش الملحه الا في بعض الاحيان، والزيتون احمر، وبطبيعه الحال اللي كيحب الفلافل. هنا بالنسبه للتوابل، عندي قزبور حبوب على هذا الشكل، ابزار، فلفله مطحونه، كمون، خرقوم، سكينجبير. كنظن انني ما نسيت حتى شي حاجه، وبطبيعه الحال الماء لاننا كنمرقوا به. فنبداو على بركه الله، نجيب طنجره الضغط ونبداو ان شاء الله. والان وعلى بركه الله كنوضعوا طنجره الضغط وعلى نار مهيله. بسم الله. كنوضعوا الكرشه ديالنا، التقليه ديالنا، ها هي. كنضيفوا ليها، انا الان شاعله ودايره نار مهيله باش نبدا كنوضع الطماطم مركزه، الطماطم حبه ديال الطماطم. ثم شوفوا معايا، كنوضع الزيت الزيتون، زيت العاديه مائده. كنوضع التوابل ديالي، هما اللي ذكرت، كينجبير وبودره ديال القزبور يابس، بزار. هنا عندي الخرقوم
الكمون فلفله مطحونه كتواتى مع هذا الطبق. شوفوا معايا النار مهيله، لان ملي تنقصوا على النار كنطيبوا في الخاطر ديالنا، وفي نفس الوقت كتجي واحد الجوده في الاكل اللي كنقادو. هنا حبه ديال البصله، شوفوا كي درت ليها هي اللي كتعطينا ديك التغميره. هنا ورق الغار، ورقه النعناع. عندي الثوم الربيع ضربوه معدنوس، يكونوا مفرومين على هذا الشكل. فكنبدا نقلي هادشي. نتوما شوفوا معايا الطريقه. متنبداش نمرق حتى كنطلع الطبق ديالي ديال التقليه باش ياخد العناصر كتندمج بينها. هنا كنوضع المصير، ها هو، لانه كيتواتى مع الاطباق ديال التقليه. لهذا ما كنضيفش كما قلت لكم، ما كنضيفش الملحه شويه، لانني كنطيب وكنتكلم وتنحرك وترد الولها للطبق ديالي باش ما يتحرق ليا. نتوما شوفوا معايا تنوريكم الطريقه. هنا هذا هو الاساس في هذا الطبق، لان من هنا تنقولوا علاش الاطباق ديالنا تطلع مدغمره، لان كنديروا ليها هذه الطريقه. نتوما شوفوا معايا منين تتبدا كتطلع، من هنا تتبان لك التغميره ديال الطبق ديالنا. هاد كنضيفوا قليل من الماء. غادي نجيب الماء اللي يكون دافي، من هنا نتوما شوفوا معايا. هنا كنبدا نزيد القليل من الماء، متنخلطوش دغيا ونضيفوا الماء دقه واحده. باش التقليه ديالنا تاخد الشكل ديالها. صدقوني كتطلع واحد الرائحه طيبه ما نقولش لكم، مع ورق الغار ومع المصيار، رائحه رائعه جدا. طبق اللي هو شتوي 100% وصحي 100%. من بعد متى يغلى لينا الطبق ديالنا والتقليه ديالنا، الان بغينا نضيفو اللفت المحفور باش حتى هو يشرب من هاد التغميره اللي تتكون بنينه وزينه، باش تيعطي واحد المذاق رائع. ميمكنش حتى نمرقو المرقه الكليه اللي كنديرو من بعد عاد نرميوه، هو بغينا انه يتشبع من هاد المرق. هانتوما شوفوا التقليه كتات تاخد الشكل ديالها، اللفت محفور. هانتوما كي كتشوفوا كنرميه. كنحاولوا اننا الا فيه شيء، لانه تيكونوا فيه دوك الشعيرات ديالو، كنحاولوا اننا نزولوهم بشويه. بالنسبه للزيتون ما كنضيفوه حتى الاخر. نتوما شوفوا معايا هنا الطبق ديالنا
يغلى عاد نضيفو ونردوه نسدو جرات الضغط ديالنا عفوا. من بعد هنا تيشرب وتجي فيه البنه. بالنسبه اللي ما بغى يضيف اللفت، اللي ما بغى يضيف المصير، ممكن في الاخير يضيف الحامض. هذه واحد النصيحه، لان الاكلات الشتويه من الامور اللي كتعطيها واحد اللذه وواحد المذاق اننا كنضيفوا ليها الحامض، لانه في لا سيزون ديالو، في الوقت ديالو. علاش المصير؟ لان التقليه كيجي معاها الحامض المصير مزيان. هنا كنشوفوا، نتوما كتشوفوا الطبق ديالي الان كي تيغلى، التقليه كي تجي تيبقى لينا فقط الفلافل والزيتون الاحمر. ما كنوضعوهمش الان باش يبقى الزيتون كذلك كيزيد واحد البنه وكيحافظ على المذاق ديال الطبق، تزيين كذلك. اذن بسم الله غادي نضيفو الان المرق باش نبللو. هما شوفوا معايا كنوريكم الطريقه واللي تتكون غالبا معتمده عندي في الاطباق اللي كندير الطويجنات، ولكن لما كندير في الكوكوت هذه هي غالبيه الاطباق لابد انها تشبع من المرق مزيان. كنضل الان لكم بركه من واحد شوي من المرق باش يجينا الطبق ديالنا مدغمر وبنين. الان كما شفتوا معايا ما بقى لي الا انني نسد على الكوكوط ديالي تنجرد الضغط ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب المرق ديالنا. طبق ديال التقليه ديالنا اللفت المحفور، هانتوما شوفوا كي تيجي، صدقوني رائع جدا، معلك شهي، واحد المذاق ولا اروع. كنتمنى انكم تجربوه بجد، كنتمنى انكم تجربوه، رائع جدا مع خبيزات ديال الشعير ديال القمح. هانتوما كي كتشوفوا ما بين الشعير والقمح كنرافقوا ليه واحد الكاس ديال اتاي. واحد الطبق اللي هو شتوي رائع 100%. هانتوما شوفوا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، كثروا في لي لايك لي كومونتير زوين ديالكم باش نقدموا الكثير من هاد الاطباق ولا اروع. طبق اللي هو شتوي غني مع خبز اللي هو صحي وشاي مغربي. هانتوما شوفوا، وبالصحة والراحة.